السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بقسماط الأفران بطريقة سهلة جدا وبسيطة، اقتصادي جدا. بنص كيلو من الدقيق وشوية زيت هتقدري تعملي كمية كبيرة جدا من البقسماط. لو جربتوا الطريقة دي إن شاء الله كده مش هتشتروا بقسماط تاني من برا، لأن بجد طعمه رهيب، هيعجبكم جدا. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب بقى كده الطبق اللي أنا هعجن فيه، حطيت فيه كده كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية لو احنا في الصيف، أما لو في الشتاء فهتدفي المية شوية. معايا كمان نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة من الملح. هدوبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنزل عندي بنص كيلو من الدقيق. النص كيلو دقيق عبارة عن 4 كوبايات بمج الشاي العادي. هقلب بالمعلقة كده قبل ما احط ايدي خالص علشان العجينة متمسكش في ايدي وتغلبني كده في العجن. فانا بقلب الاول بالمعلقة كده لحد كل الدقيق ده كده ما يختفي معايا والمية تتشربه. كده بقى هتلاقي العجن معاكي سهل وما ياخدش معاكي وقت خالص. كده لمينا العجينة بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. هشيل بقى كده المعلقة وابدأ اعجن بايدي. هتلاقي بقى كده مفيش اي عجين خالص لزق في ايدي، وتلاقي العجينة اتلمت معاكي بسهولة كده. هبدأ بقى اعجن العجينة كويس جدا والتها بالشكل ده كده. لازم تخدمي العجينة كويس جدا علشان تديكي في الاخر نتيجة مظبوطة. هفضل اعجنها كده لحد العجينة ما تنعم معايا وتبقى بالشكل ده، ما فيهاش اي حاجة مقطعة خالص، ناعمة معايا كده وما بتلزقش في الايد. هحط العجينة بقى كده على الرخامة واغطيها بكيس علشان ما تنشفش معايا وتعمل قشرة. هسيب العجينة حوالي 5 دقايق بس ترتاح. انا هنا مش هخمر العجينة خالص، التخمير بتاع العجينة بيكون بعد التشكيل على الصينية. هسيبها بس كده ترتاح شوية علشان لما اجي اشكلها تتفرد معايا بكل سهولة، ما تبقاش عاملة زي الاستك كده بتشد معايا. وقت كده ما بسيب العجينة ترتاح بكون محضرة معايا السمسم اللي احطه على وش البقسماط. جبت شوية من السمسم حطيت عليهم كده حوالي معلقة مية، وقلبته كويس جدا كده في المية وفردته كده على الصينية. بحط كده شوية مية على السمسم علشان لما اجي احط عليه البقسماط يمسك عليه وما يقعش منه بعد ما يستوي. هاخد بقى كده حتة من العجينة بقطعها كده بالسكينة وابدأ الفها رول بالشكل ده كده. اعملوا بقى كده البقسماط الحجم اللي انتوا حابينه، يعني لو حابين البقسماط تخين او رفيع ده طبعا حاجة هترجع لكم. انا بعمله بالسمك اللي انتوا شايفينه ده بيبقى حلو جدا. حابة بقى ترفعي او تتخني عن كده براحتك جدا. قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، الطول ده مناسب جدا بالشكل ده. حطيت عليها السمسم، والجنب اللي معلوش السمسم بيكون في ارضية الصينية، يعني السمسم بيكون كده على الوش. لو حابين بقى كلها متغلفة بالسمسم فانتي هتلفي كده البقسماطة كلها كده في قلب السمسم وتحطيها لو انتي بتحبي السمسم كتير على البقسماط. هاخد بقى كمان حتة عجينة كده وابدأ ابرم كده العجينة. ابرموها كده تكون متساوية، ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة، علشان البقسماطة هتاخد نفس الشكل ده بعد التسوية. فانا مش عايزة الاقي حتة كده تخينة وحتة رفيعة في البقسماطة. هقطع بقى كده على قد الطول بتاع البقسماطة اللي انا عايزاه بالشكل ده. شايفين الفتحة اللي انا بوريها لكم في الفيديو دي بتبقى في ارضية كده الصينية علشان ما تفتحش معانا، ده القفل بتاع البقسماطة. يعني انا بحط السمسم في المكان اللي ما فيهوش الخط ده، الخط ده بيكون كده في ارضية الصينية من تحت، علشان الخط ده لو بقى فوق كده اول العجين ما يخمر معانا كده على الصينية هتلاقيه فتح معاكي. فانا عايزة الخط ده او القفل بتاع العجينة ده يكون في ارضية الصينية علشان ما يفتحش معاكي بعد الخمر. طريقته سهلة جدا، مفيش أسهل من كده. أنا ببرم كده وبقطع بالسكينة على قد الطول اللي أنا حباه للبقسماطة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بنزل بيها كده في السمسم وترصيها بقى كده في الصاج أو في الصينية اللي انتي هتسوي فيها. بس طبعا بتسيبي بين كل واحدة والتانية مسافة علشان لما يخمروا ما يلزقوش في بعض. خلاص كده هخلص بقى بقية الكمية اللي عندي كلها بالشكل ده كده. خلاص كده انا مليت الصاج بتاعي بالشكل ده، وفاضل لسه كمان بقية العجينة هكملها بقى في صينية تانية. هنا بقى كده بعد ما خلصت الكمية كلها عملت لي الصاج ده
والصينية دي كمان، يعني بنص كيلو من الدقيق عملنا كمية كبيرة جدا من البقسماط. هسيبهم بقى كده حوالي نص ساعة يخمروا لو احنا في الصيف، اما لو في الشتاء هتسيبيهم حوالي ساعة او على حسب يعني ما يخمروا معاكي. اول ما يخمروا بقى بولع الفرن كده يسخن كويس جدا، بولع من تحت بس، وبحط الصينية دي في الرف اللي قبل الاخير. بولع من تحت بس، وفي نص التسوية كده بولع الشواية من فوق علشان بقى كده ياخدوا لون موحد كده ويستووا كويس جدا. هنا بعد ما استووا معايا بالشكل ده، الكاميرا طبعا مش موضحة اللون، بس بجد واخدين لون حلو جدا، وطالع معايا البقسماط كده مقرمش وتحفة. قعد معايا في الفرن حوالي من 35 ل40 دقيقة لحد ما ياخد لون موحد كده من فوق ومن تحت. بعد كده بتطلعيه على طول، ولازم طبعا النار تكون متوسطة من فوق ومن تحت علشان ما يتحرقش معاكي او ياخد لون بسرعة وهو لسه يكون طري كده مش مقرمش. فانا عايزاه يستوي كده على نار هادية خالص علشان يطلع معانا متحمص كده ومقرمش. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.